هل فكرت في يوم إن ترتيب يومك ممكن يكون سر سعادتك؟ يا صباح الفل عليكم لو بتسمعوني الصبح، ويا مساء الفل عليكم لو بتسمعوني بالليل. والنهارده بقى جايه اكلمكم عن السر الصغنون اللي كنت قلت لكم عليه الفيديو اللي فات ان هتكلم عليه النهارده. وطبعا الناس اللي لسه ما شافتش الفيديو اللي فات فانصحكم بجد تخشوا تشوفوه، وهو بعنوان لئن شكرتم لازيدنكم. وفعلا الفيديو ده او الحاجات اللي اتكلمت فيها فرقت معايا قوي، والنهارده الحاجه اللي هقولها لكم بجد فرقت معايا، لان انا يعني بتبعها كده بقالي كذا شهر، وحقيقي حسيت كده براحه نفسيه. وطبعا لما حسيت بالراحه النفسيه دي قلت لازم اجي واشارك الحاجه دي معاكم. وايه الحاجه بقى اللي انا بكلمكم عليها النهارده؟ وهي تريك صغيره كنت قراتها في كتاب اسمه ذا هابينس اجندا. الكتاب ده بتاع سايمون بيرنت، وعايزه اقول لكم ان الكاتب ده ابدع في الكتاب ده. وهي ببساطه اجنده السعاده. أجندة السعادة هنا بنركز على الحاجات اللي بتخلينا مرتاحين أكتر في يومنا، بتخلينا ممتنين أكتر لحياتنا، بتخلينا بمنتهى البساطة كده نركز على نص الكوباية المليان. يعني إيه نركز على نص الكوباية المليان؟ كل حاجة صغيرة ممكن تحصل في اليوم هي امتنان، هي نعمة لازم نشكر عليها رب العالمين. إن احنا نقوم كده الصبح ونبتدي يوم جديد دي نعمة. إن احنا أصلا نصحى كده وربنا سبحانه وتعالى هيدينا القدرة إن احنا نصحى ونلبس وننزل ونروح الشغل بتاعنا أو نروح الجامعة، كل سنة وانتم طيبين داخلين عليها. إن احنا ننجز كده شغلنا ونحاول إن احنا على قدر المستطاع نحافظ على الصلوات بتاعتنا في المواعيد بتاعتها، دي نعمة من رب العباد. نعم كتير قوي قوي علينا من رب العباد، لو ركزنا بس فيها حقيقي حياتنا هتتغير. وده اللي كان بيقوله سايمون، ان احنا نبتدي ان احنا نكتب العادات والحاجات الصغيره اللي ممكن تفرق معانا وفي حياتنا العاديه كده ممكن نعديها مرور الكرام، اللي هو عادي ده بيحصل كل يوم. والحقيقه ان اليوم العادي ده في حد ذاته اصلا نعمه كبيره من ربنا. فنجيب الاجنده بتاعتنا ونبتدي نكتب الحاجات دي، نبتدي نكتب ايه الحاجات اللي احنا انجزناها في يومنا، ايه فعلا الحاجات اللي ممتنين ليها رب العالمين. نكتب كده حاجات مثلا صغيره، لو مثلا باخد دواء وفيه تحسن، او لو انا مثلا تعبان ربنا يشفي كل مريض وابتديت احس بتحسن، لو انا مثلا في الحته دي خلصت وانجزت كل الحاجات اللي المفروض ان انا اعملها، وقعدت مثلا في قمه السعاده بتاعتي ان انا اشرب مثلا كوبايه شاي، ان انا مثلا اقعد كده اكل شوكليت مثلا بحبها، ان انا اتفرجت على فيلم انا بحبه، اي حاجه ابتدي ان انا اكتبها في الصفحه بتاعت النهارده. مع الوقت وانت بتكرر الحكايه دي كل يوم، عينك ودماغك هتبتدي ان هي تركز على الحاجات الايجابيه. يا ده انا في حاجات كتير قوي حلوه في حياتي، يا ده انا في حاجات كتير قوي انجزتها الفتره اللي فاتت بفضل الله، ده انا في نعمه من رب العباد. عقلي هيبتدي يشوف الحاجات الايجابيه، التوتر والقلق مع الوقت هيقل، في نفس الوقت الجانب الايجابي وده اللي احنا عايزينه هيزيد، وجانب الامتنان والرضا بحياتنا اللي هي بتكون مهمه جدا جدا هتزيد. مفيش طبعا حياه بتخلى من المشاكل ومن الابس اند داون والستريس اللي ممكن نواجهه في حياتنا، ولكن مع كل ده هتكون في عندك حته مهمه وهي فكره الرضا. انا راضي عن نفسي وراضي عن حياتي وراضيه بكل حاجه بتحصل فيها، وفي الوحش قبل الحلو انا بحمد ربنا عليها. ودي هي فكره الهابينس اجندا. اللي جرب الفكره دي قبل كده يكتب لنا تحت في الكومنتس، ولو في اي حاجه ايجابيه وفرقت معاكم اكتبوا لنا تحت في الكومنتس، وشير في الخير. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.